في راديو زمان كل اللي فات هيرجع تاني. دراما من زمن فات، برامج من زمن فات. رب البيت. رب البيت مسرحية قصيرة للكاتب الإنجليزي ستانلي هوفتون، ترجمة محمود صبحي، إخراج كامل يوسف. لن يتناول عشاءه هو أيضا؟ كلا، لقد تناول خبزا ولبنا في 6، ولن أعطيه المزيد قبل أن يأوي إلى فراشه. إنها 8:30 الآن. إنه لا يأكل كثيرا على أي حال، حساء وأشياء من هذا القبيل، وعلي أن أطعمه كطفل وإلا أفسد ثيابه. أتريدين مزيدا من القهوة؟ لا يوجد إلا ما يكفي لشخص واحد. لا أرغب فيها. إذن آخذه أنا. كنت أشتهي أن أتناول بصلة مع الجبن هذه الليلة، ولكن مستر سكريمشر سوف يأتي ليراه، والبصلة تجعل في أنفاس الإنسان رائحة غير طيبة. مستر سكريمشر المحامي الذي يسكن بنك التوب، أليس كذلك؟ بلى، لقد اعتاد أن يعهد بكل صغيرة وكبيرة من أشغاله إلى مكتب سكريمشر، ولما كان مريضا جدا الآن ولا يستطيع أن يذهب إلى المدينة، فإن سكريمشر الصغير قد ذكر أنه سيحضر بنفسه ليقابله الليلة. وفيما يرغب مستر سكريمشر أن يراه؟ هل في استطاعته أن يسمعنا؟ يسمعنا؟ لا خوف من ذلك، لقد بلغ حدا من الصمم جعله يجلس ساكنا كفأر حتى لو أشرف العالم على نهايته ونفخ في الصور. إذن خبريني. سيغير وصيته أخيرا. حقا؟ هل سيخرج فريد منها؟ لست متأكدة. أتراه سيترك كل شيء لك؟ ولا متأكدة من هذا أيضا، ولكنه لو فعل ألست أستحق ذلك؟ لقد سبب لك متاعب كثيرة في هذه السنوات ال5. متاعب؟ لقد صدقت حقا. دعي جانبا زواجي منه وأنا لم أكد أبلغ 30، وقد كان في وسعي بسهولة أن أعثر على شاب في مقتبل العمر يسعده أن يطلب مني الزواج. قلت في ذلك الحين إنك حمقاء، إنه أرمل له ابن أكبر منك سنا. كان في 66 عندما تزوجته، وهو الآن في 71، ولن يعيش أكثر من هذا. إني ما زلت في 35 فحسب. ما كنت أظن مطلقا أنه سينجو من الأزمة الأخيرة، ومن المأمول فيه ألا يظل هكذا معلقا. كلا، إنه من الرحمة أن يقضي أجله سريعا. أقصد رحمة به. وبك أنت أيضا. لا يمكنك أن تصدقي أبدا ما أصنع له من أعمال. ألبسه ثيابه وأخلعها عنه وأصعد به السلم وأهبط به. إنه لا يرضى البقاء في مخدعه ويعتكف، يحب أن يهبط هنا حيث يجلس في مقعده، وفي إمكاني أحيانا أن أهزه دون أن يستيقظ. فقد بلغ هذا الحد من البلاهة. اذهبي وانظري من الطارق يا إيدي، فما زال الوقت مبكرا لمجيء مستر سكريمشر بالتأكيد، لعله الطبيب، فهو لم يأتي اليوم. حسنا، هل يكفيك هذا الدفء؟ يجب عليك أن تستيقظ عندما يأتي مستر سكريمشر. لست أدري لماذا لا يمكنك البقاء في سريرك، فأنت لا تصنع شيئا هنا غير النوم. إنه فريد أفنز ابنه. ماذا يريد؟ يا لها من طريقة جميلة للترحيب بإنسان يعود إلى بيته. هذا ليس بيتك. أود أن أتحدث معك يا أني، وأرجو المعذرة إذا ناديتك بأني.
فإني لم أستطع أن أعود نفسي مطلقا على مناداتك بأمها. يمكنك أن تناديني بما تشاء ما دمت تحمل نفسك بعيدا عن هنا. ها هو ذا. إنه لا يريد رؤيتك. أحسب أني لا أود رؤيته أنا الآخر، فقد صفق الباب في وجهي في آخر مرة جئت فيها هنا. لا يدهشني كذلك أن أراك تخرج من السجن وتأتي مباشرة دون أن تنتظر حتى ينمو شعرك. لقد أخبرك أنه لا يريد أن يراك مرة أخرى. إنك ما زلت مغرمة بي كما كنت دائما يا أني. اسمع يا فريد أفنز، إني هنا صاحبة الأمر، وإذا لم تغادر هذا البيت في بحر دقيقتين فسوف أرسل في طلب البوليس. يا للعنة، أعطني شيئا أكل. لن أعطيك شيئا. إني أتدور جوعا، لم أكل شيئا البتة منذ البارحة. ليس هذا من شأني. أعطيه شيئا يأكله يا أني. كلا، إنه جائع وسوف ينصرف بهدوء بعد ذلك. يوجد هنا بعض الخبز والجبن، هل أعطيه شيئا منها الآن؟ يمكنك أن تأخذ لقمة خبز وقطعة جبن. شكرا يا أني. هل يمكنني أن أحضر له بعض الجع؟ إذا شئت. إن هذا كرم منك يا إيدي. كنت أعلم دائما أن أبي أخطأ في الاختيار عندما تزوج أني. لا يغرب عن بالك أنك يجب أن تبرح هذا البيت حالما تفرغ من طعامك. إنك تحدثيني تماما كما يحدثني أبي، حتى إني أفكر أنه ينبغي علي أن أناديك بأمه في المستقبل. لا تجعلني أسمع حرفا يخرج من فمك، وعليك أن تركن إلى الهدوء، وإلا أيقظت أباك، وفي هذه الحالة ستنشب معركة رائعة، ولن يغفر لي مطلقا أني سمحت لك بالمجيء إلى هنا. شكرا يا عزيزتي. في صحتك يا أبي، فقد سمعت أن صحته لم تكن على ما يرام في المدة الأخيرة. إنه لم يسترد صحته ويعد إلى ما كان عليه منذ أتيت وأخبرته أنك كنت في السجن فطردك. لقد دهمته نزلة في تلك الليلة. لقد مر علينا وقت حسبنا فيه أن مخه قد انفجر وطار، فلم يكن يستطيع أن يتكلم جيدا أو يباشر أعماله، والآن بدأ في التحسن مرة أخرى. من حسن حظه أن تكون له زوجة مثلك طيبة عطوف تعتني به. فلتفهم هذا جيدا إذن. والآن هيا انصرف. أود قبل أن أرحل أن تصنعي شيئا آخر من أجلي. ماذا؟ أعدك أنك لن تحصل على شيء آخر. أعطني شيئا من المال. ولا بنس واحد. هيا 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 يا أمه. قلت لك ولا بنس واحد، فنحن هنا لا ننفق المال هباء. أقرضيني بعضا منه إذن. أقرضك؟ أنت؟ سوف أرد لك الدين. لن تستطيع مطلقا أن ترد شيئا. في وقت ما، عندما يرحل. لا أظن ذلك. ماذا؟ هل حرمني إذن من الميراث؟ ترى ماذا تستحق؟ ألن يترك لي شيئا؟ لا أدري ما فعل. هل غير وصيته؟ اجلس. كلا، إنه لم يغير وصيته. إذن سيبقى هناك شيء ما. لقد قسم التركة بينك وبيني، النقود والمنازل. أعتقد هذا. والآن اسمعي، هذا كل ما أملك من حطام الدنيا، جيوب خاوية، فلو أقرضتني 10 جنيهات فلن أضايقك مرة أخرى لمدة طويلة. ولم لا تكسب قوتك؟ لقد حاولت. حقا؟ إنك لا ترغب في العمل. ليس من اليسير الحصول على عمل كما يتراءى لك. أين حاولت أن تعمل؟ في سلتشستر. هل حضرت تلك الاجتماعات الخاصة بالعاطلين؟ نعم، وتحدثت إليهم مليا. هذا ما حسبت، فهذا كل ما تصلح له. هل فرغت من طعامك؟ أجل، فرغت منه. الأقدر بك إذن أن تنصرف. هيا. إنك تطلقين لسانك في حرية تامة يا أمه. افرضي أني قلت لك إني لن أنصرف من هنا. سأضطر إلى طردك، فأنا ربة هذا البيت. وماذا عنه هو؟ حسبت أنه هو رب البيت. أخطأت فيما ظننت إذن، ومع كل فبوسعك أن توقظه إذا شئت لتسمع ما يقول. كلا كلا كلا، إني أعلم ما سيقوله. نعم، لقد كنت لي أبا صالحا. وأنت هل كنت له ابنا صالحا؟ لقد ألقيت بي خارج البيت في الوقت الذي كنت أحتاج فيه إلى العون. إنك تكرهني، أليس كذلك؟ حسنا، وأنا أيضا لا أحبك. ألن تنصرف؟ إني ذاهب. أعطني بعض المال. ولا بنس واحد.
يا لله، ها هو ذا مستر سكريمشر، وأنا بعد لست مستعدة لاستقباله بسببك. حسنا، أنا ذاهب. من هذا الذي أتى؟ شخص ما يريد أن يرى أباك بشأن العمل. أني لقد حضر مستر سكريمشر. مساء الخير يا مسز أوينز. مساء الخير مستر سكريمشر. تعلمين أن والدي قد تقدم في السن وأصبح لا يحب أن يغادر منزله مرة أخرى بعد عودته إليه من المدينة، وما دام مستر أوينز قد اشتدت به العلة فحالت بينه وبين المجيء إلى المكتب، فقد رأى أبي أن مستر أوينز لن يمانع في أن يعطيني أنا تعليماتي. بالتأكيد يا مستر سكريمشر، سوف أفسح لك مكانا هنا. أرى أن السيد الكبير ينعم بسنة من النعاس ومن المؤلم إيقاظه. شكرا يا مسز أوينز. سوف تفيده اليقظة، لقد نام طيلة اليوم. ماذا تنتظر يا فريد؟ هلو، أنت فريد أوينز أليس كذلك؟ بلى يا سيدي. إني لم أرك في القرية منذ زمن بعيد، هل كنت مسافرا؟ نعم. وماذا تصنع الآن؟ إني لا أفعل شيئا في الآونة الحاضرة يا سيدي. عاطل عن العمل. إني آسف. هل أتيت هنا لتخرجني من وصيته؟ هل جئت حقا لي؟ يا صاحبي العزيز، عما تتحدث؟ لقد أتيت لتغير وصيته. يا مسز أوينز، إن زوجك يود أن يراني على حدة، أليس كذلك؟ أخبريني ما إذا كان قد أتى ليغير وصية أبي. نعم، لقد جاء لذلك. حقا؟ هل سيحرمني من الميراث؟ هل سيحرمني؟ لا تكن أحمق يا فريد أوينز، وما دامت مسز أوينز قد أخبرتك فلا بأس من أن أقول لك إني أتيت إلى هنا لأتلقى تعليمات والدك بشأن وصية جديدة. لعله سيخرجك من وصيته كما تقول، ولعله على النقيض تارك لك كل شيء، ولعله مرة أخرى تارك كل ما يملك لأسقف كانتربري. وأنا على كل حال ليس عندي أدنى فكرة عما ينوي أن يصنع، ولو كان عندي لما أخبرته. أيها الشيطان العجوز، إنك ستخرجني من الوصية، أليس كذلك؟ عليك اللعنة. دعه لشأنك. مسز أوينز، ما لم أستطع أن أرى زوجك على انفراد فلا حاجة لي إلى إضاعة وقتي هناك. حسنا يا مستر سكريمشر، ليس هناك ما يدعوك للانزعاج. إني ذاهب. أصبت يا فريد، ويسرني أنك لن ترتكب حماقة ما. اسمع، تعال إلى مكتبي في أحد أيام الأسبوع المقبل وسأرى إذا ما كان في وسعي أن أجد لك عملا. هذا كرم منك، ولكن لماذا تعرض علي مثل هذا العرض؟ قد تصير عميلا لنا في يوم من الأيام. مساء الخير يا مسز أوينز. مساء الخير يا دكتور. هلو جيمي. هلو. ماذا تفعل هنا؟ لقد تأخرت جدا، فقد استدعيت إلى ريسفورد من أجل مسز إيمور. حالة عاجلة ولكنها انتهت على خير. طفل جميل، ولهذا تأخرت كثيرا. لم يكن باليد حيلة، فهذه الأمور تحدث حتى في أحسن العائلات دقة وتنظيما. أليس كذلك؟ حسن يا دكتور، ولكن قل لي، ترى ماذا سيكون مصيرنا لو لم تحدث هذه الأشياء؟ هو هذا. ولكن كيف حال المريض؟ يا دكتور، لم يكن اليوم على ما يرام. أرى أنه نائم. سوف أكتفي بإلقاء نظرة عليه. لن أؤخرك أكثر من دقيقة يا سكريمشر. لا تتعجل الأمر من أجلي يا صاحبي. مساء الخير يا مستر أوينز. هيا استيقظ يا سيدي. دعني ألقي عليك نظرة. منذ متى وهو على هذه الحالة؟ أي حالة يا دكتور؟ ماذا حدث يا دكتور؟ لقد مات مستر أوينز. مات؟ يا إله السماوات، يا لها من مسألة فظيعة حقا يا جيريكو. لا ريب أنه مات منذ ساعتين أو 3. حقا؟ يا له من شيء عجيب. هل يجب أن يجرى تحقيق ما؟ كلا، لقد كنت أعالجه وكنت أتوقع حدوث شيء من هذا القبيل. إنها شبه صدمة على أي حال، لقد جعلتني أشعر شعورا غريبا. أغلب الظن أنه لم يعد لديك ما تفعله هنا الآن. كلا، وإن كان يحسن أن أتحدث قليلا مع أوينز الشاب لأرى ما يمكنني عمله. عندي زيارة أخرى يجب أن أقوم بها. هل جئت لتناول العشاء ولعب البلياردو بعدما تفرغ من عملك هنا؟ شكرا جزيلا، سوف أحضر. مسز أوينز، هوني عليك، تشجعي، فما ينبغي أن تنهاري بهذا الشكل. لقد كنا نتوقع هذا وأنت تعلمين، كنا نتوقع هذا. الآن ينبغي أن أضعه على كنبة أو سرير أو شيء من هذا القبيل حتى يمكن عمل كل الترتيبات اللازمة.
أتعلمين من سترسلين في طلب؟ كلا. سأترك لك عنوانا، إنها سيدة مهذبة جدا. هاتي شيئا لنضعه فوق. حسنا، والآن يا مسز أفنز سوف أعود مرة أخرى في الصباح لرؤيتك. نعم، هذا أول أمر سأقوم به في الصباح. أستودعك الله يا عزيزتي، أستودعك الله، إني في غاية الأسف. وأنت يا سكريمشار لا تتأخر. مستر فريد أوفنز. نعم يا سيدي، لقد تغير الوضع يا سيدي، أليس كذلك؟ إن الوصية القديمة صحيحة بطبيعة الحال، تلك الوصية التي كان ينوي استبدالها، وأغلب الظن أن كل منكما أنت وميسيس أوفنز على علم بشروط هذه الوصية. أعلم أنه قسم كل شيء بيني وبينها. كان الأمر كذلك في مجمله، وفي رأيي أنه لم يكن في الإمكان تدبير شيء أكثر عدلا من ذلك. لقد ترك هذا المنزل والمنزل الآخر المجاور له لك يا مستر فريد أوفنز، أما المنزلان الموجودان في هوثورن فهما لك يا سيدتي. كما قسم المال المستثمر بينكما نصفين متساويين، وبطبيعة الحال نصف هذا المال لك يا مسز أوفنز ما دمت على قيد الحياة، وفي حالة وفاتك أو زواجك مرة أخرى فإنه ينتقل إلى مستر فريد الموجود معنا الآن. ولقد حدث أني حملت معي مذكرة بهذه الشروط لأعود إليها في أثناء العمل الذي لم يقدر له أن يتم، وأظن أن هذا كل شيء ولم يعد هناك داع لوجودي. يا له من أمر مروع، إني آسف جدا. وربما تراءى لك يا مستر أوفنز أن تزور مكتبنا في غضون يوم أو يومين. لقد كنا وكلاء والدك عدة سنوات طوال، وسيسرنا جدا أن نكون وكلاء لك إذا رغبت في ذلك. شكرا يا سيدي، أغلب الظن أني سأزوركم. والآن لعلك ذاهب لتتركني وحدي مع أحزاني. لن أتحرك من هنا. لقد كانت رغبته ألا تمكث في هذا البيت، وسوف أعمل على تحقيق هذه الرغبة بكل وسيلة. إنك تنسين شيئا يا أمان. ما هو؟ إن هذا بيتي أنا الآن، لقد تركه لي في وصيتي، وأنت لست صاحبة الأمر هنا بعد الآن، ولا هو أيضا. إني أنا رب البيت، ليس أنا الذي يجب أن أغادر هذا البيت، بل أنت. أنا؟ فريد، إنك لن تطردها من البيت الليلة. بل سأفعل بكل تأكيد. لن أخرج. إن لم تخرجي فسوف ألقي بك خارجا. لن تجرؤ. ليس هناك أحب إلى نفسي من ذلك. ولكن لا يمكنني أن أغادر المنزل الليلة. تصور أني كنت أقول لإيدي منذ لحظات كم سبب لي من متاعب دون أن أدرك أنه لن يضايقني بعد ذلك مطلقا. فريد، خذي قبعتك ومعطفك وانصرفي. ماذا عسى يا صانع؟ من الأوفق أن تأتي معي إلى منزل الليلة ما دام يقصد ما يقول. إني أقصد ما أقول. حسن، إنك مغتبط لأنه مات. كلا، لست مغتبطا، على الرغم من أنه كان رجلا قاسيا وعاملني بقسوة. ينبغي أن تخجل من نفسك يا فريد أوفنز.
إني لم أسمع بشيء كهذا أبدا، أن تطرد زوجة من منزلها ولم تكد جثة زوجها تبرد بعد. لقد كانت بسبيل طردي من البيت. أنت تعرف خلقها، وكنت أحسن الظن بك. نعم، كنت أحسن الظن بك. لا يوجد إنسان مؤمن يصنع ما تصنعه أنت الآن. دعها تمكث الليلة يا فريد، تذكر أنها زوجة أبيك. ولهذا أطردها من البيت. ما أنت يا أبتي، فسوف أريك من هو رب البيت الآن. ليس هناك طائل من أن تضيعي حديثك معه يا إيدي. إني لن أبقى في هذا البيت الآن ولو جثى أمامي على ركبتيه. هلمي بنا. طابت ليلتك يا فريد أفنز، أنت الآن سيد البيت، وعساك أن تمضي ليلة سعيدة فيه مع الرجل الذي لعنته وهو جالس على كرسيه في عداد الموتى. ليلة سعيدة، ولم لا أتمتع بليلة سعيدة؟ وأنت لن تمنعني، فلست خائفا منك. وهل هناك ما أخشاه؟ لن يمكنك أن تطردني الآن، أنا السيد هنا. سوف أذهب إلى الحانة لأشرب كأسا وألتقي بالرفاق الآن. ولكن اعلم أني سأعود لقضاء الليل ولن تبقي بي خارجا. سوف أطفئ النور. ولكن ليس معي نقود. إنهم يحتفظون عادة ببعض المال في درج هذا الدولاب. إني لا أرى شيئا وليس معي سقاب. ولكن مهلا، سأزيح الستار ليتدفق ضوء القمر. لن يمكنك أن تخيفني. إني أقول لك إنك لن تستطيع طردي. أنا رب البيت، أنا رب البيت. لا تنظر إلي هكذا، لا تنظر إلي هكذا. لم أكن أدري أنك مت عندما لعنتك. يا إلهي، يا إلهي، لم أعد أحتمل، ما عدت أحتمل، ما عدت أحتمل، ما عدت أحتمل. كنتم تستمعون إلى رب البيت للكاتب الإنجليزي ستانلي هوفتون، ترجمة محمود صبحي. قام بالأداء حسب سماع الأصوات: نادية السبع إيدي، نعيمة وصفي مسز أفنز، محمد الدفراوي فريد، إبراهيم سكر سكريمشر، رشاد حامد دكتور جيليكو. التمثيلية من إخراج كامل يوسف.